نادي انبي كابتن احمد، اهلا بيك. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير، اخبارك ايه؟ تحياتي وتحياتي الكابتن خالد بيومي ليك. اهلا بحضرتك، ربنا يخليك يا كابتن. مساء الخير كابتن احمد، ماذا عن عرض سيفيليا لاحمد رفعت؟ والله يا كابتن، هو في كام عرض في النادي، تمام. لكن هو لسه عرض سيفيا ده موجود في النادي، و يعني المفروض ان انا هروح اعمل ترايل هناك في اسبانيا، اقضي فتره معايشه، بس لسه ما اعرفش النادي موقفه ايه، ويعني لسه ما اعرفش اي حاجه والله يا كابتن، بس هو العرض موجود يعني. المفاوضات لسه جاريه ما بين، يعني لسه المفاوضات جاريه في هذا الشان بالنسبه لنادي سيفيليا ونادي انبي. هو ما تمام؟ فيش مفاوضات يا كابتن، هو لسه الاول ان هو يعني عايزين ان انا اروح ترايل يا كابتن، اقعد ترايل فتره معايشه هناك. مم. تمام. بعد مم. كده يقرروا بقى لو في حاجه رسميه هتتم يعني، بس لسه الموضوع رسمي ما تمش اي حاجه يعني، هو بس العرض ان انا اروح اختبر في هناك عندهم يعني. في عروض بس من دول تانية، مش اسبانيا، مش لازم الانديه، يعني سواء ايطاليا، سواء انجلترا، سواء فرنسا. في والله يا كابتن، بس هو يعني في من البرتغال وفي من فرنسا، وفي كام عرض في النادي، بس انا يعني هو يعني اعتقد ان هم هيتكلموا عليهم في الفتره اللي جايه دي، لان هو ممنوع، بس حضرتك عارف ان حد يطلع يتكلم والكلام ده، فهو في كام عرض موجود في النادي. رغبه احمد يلعب فين؟ ايه؟ رغبه احمد يلعب في اي دوله من الدول، او في اي دوري من الدوريات الاوروبيه؟ مش موضوع دوري يا كابتن، هو الفريق الافضل اللي هيجي لي يعني الافضل اللي هي في ان انا في فرصه مشاركتي في اللعب والكلام ده كله، هو هيبقى افضل مكان ان انا ممكن اروح يعني ان انا اشارك اكتر، وفي نفس الوقت يبقى الموضوع مرضي بالنسبه للفلوس للنادي، وليا انا مش مشكله بالنسبه لي موضوع فلوس دلوقتي عندهم، مم. لكن هو اكتر نادي ممكن اروحه هو نادي الاكتر اللي انا ممكن العب فيه يعني. طب اللاعب اللي نفسك تلعب جنبه طيب؟ اللاعب اللي نفسي العب جنبه؟ اه. مفيش والله يا كابتن يعني، مفيش حد في دماغي يعني، عادي يعني مش هتفرق. بتمنى لك التوفيق ان شاء الله يا كابتن احمد، وان شاء الله نشوفك كده في دوري من الدوريات الاوروبيه، وتكون في اعلى المراكز، وطبعا تكون مفيد لمنتخب مصر سواء للشباب او المنتخب الكبير. كل التوفيق لك ان شاء الله كابتن احمد. كابتن خالد، واضح من كلام الكابتن احمد